السلام عليكم ورحمة الله. والسلام تحية وريحكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فله الحمد كثيرا دائما مباركا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على حبيبه المصطفى سيدنا محمد وعلى آله في الآخرة والأولى. أما بعد، عباد الله أيها المخزنون، اعلموا إن من مضغ القات ولم يغسله عدة غسلات حتى يتأكد من إزالة المسمومات فسوف يلقى المهلكات وإسعافات أوليات والعيادات المناوبات تعصره بطونه والمغصات من الجراثيم والمكروبات، فيقول: يا الله يا فك العسر يا منبك الحلات، ثم يسطر إلى المستشفيات. وما أدراك ما المستشفيات، منها العامة والخصوصيات. فإذا وفق بإحدى المستشفيات العامات فسوف يتلقى الإبر والمغذيات من قبل الصحيات الهنديات، ونقول له كما قالت نادية مصطفى: سلامات 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 يا حبيبنا يا بلديات. اغسل واشحن قلبك صلوات تسعد في كل الأوقات. له وله لا 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 ده انت وحشتنا بالذات. وأما من أصرف إلى الخصوصيات فسيجرى له 7 فحوصات وإخضاعه لعدة عمليات. يستأصلون الزائدة والكليات وبيعها بالدولارات، ثم يرقعون الفتحات ويرمون به في إحدى الثلاجات. والأم والزوجة منتظرات فيقولون لهنه قد مات، كنت تدي له حق القات، ذا الحين تدي حق الثلاجات. أيها الناس، وأما من غسل القات ونشفه وقصره وقطفه وضحاه ووهفه، وبعد أن جف لفلفه وقلل من مضغه وخففه، جزاءه كأس المفور يرشفه. واعلموا أن قليله وكثيره والتدخين مضر بالصحة. عباد الله، اعلموا أن من لا يجد ثمن الولعة وكان مولعيا وقضعه فسيأتيه الرازم بسرعة ويصيح ولا أحد يسمعه، ثم يتململه الرازم إلى شاهق ونكعه ويسأله الرازم: هل خزنت؟ ويدرعه، فيتعذر أن المقوت لم يعطيه ومنعه بحجة أن الدين قد زاد ورفعه، وأنه كان يشقى بالألف ويصرعه، وانتهى ما لفلفه وجمعه. والكوت إذا اشتط رقعه، القسط إلا قد أملى ملجعه، متعمدا لأولاده الجعجعة. ومن طلبه منهم قيمة قلم أو مطبعة خر إليه مسرعا وصرعه قائلا: أنا لا أحب القراءة ولا المطالعة. فاعتبروا أيها المخزنون. أيها الناس، هناك من يخزن بالقات المقسي ويلخلخ طرسه فنكعه ويرى